قضية كبيرة اترفعت على شات جي بي تي عشان هو السبب في قتل طفل عنده 16 سنة اسمه آدم هنا في امريكا. احنا كاهل كبيرنتس المفروض ان احنا نخلي بالنا من عيالنا جدا في اي حاجه. انا ما قلتش ان شات جي بي تي عمل كده، وما اقدرش اقول ان هو ما عملش كده. انا ما شفتش اي حاجه. هم يرفعوا قضيه براحتهم، بس المشكله ان القانون هيطلب سكرين شوت او الشات بالكامل اللي هو قال له ستيب باي ستيب ازاي تقتل نفسك. وفي ناس بتقول ان هو كان بياخد علاجات. فهنا المشكله، حتى لو هو عادي وانا شايف ان هو عادي، انا لازم اراقب تصرفاته، لازم ابعده عن الالكترونيات بقدر الامكان، لازم ابعده عن النتورك بقدر الامكان عشان ما يحصلوش حاجه او حد يخليه فريسه ان يحصل له حاجه. في العاب كتير بتاعت الدارك ويب والكلام دوت، وكانت بتدي بروسيس للناس ان هم يقتلوا نفسهم ويشنقوا نفسهم، وسمعنا من الكلام ده كتير. خليني اقول لك ان شات جي بي تي قبل ما يطلع ماركت، او اي اي قبل ما يطلع ماركت، اول حاجه بيعملوها بيدربوه على الجريمه، على الكرايم والحاجات اللي ما يخشش فيها، الهيلث ديبارتمنت والبوليس والقضاء. لكن يقدر يشتغل كمحامي، يدي لك ريكومنديشن، بس برضه في الاخر هيقول لك اسال محامي بروفيشنال احسن. يقدر يشتغل يدي لك ريكومنديشن على دواء، بس يقول لك برضه ما تاخدهوش غير لما تسال الدكتور بتاعك. اي هايلي ريكومند ان انت تروح الامرجنسي دلوقتي، لكن عمره ما هيديك حاجه يقول لك هي ده الحل. يبقى عمره ما هيدي لك بروسيس ان انت يعني تقتل نفسك. شات جي بي تي بيجيب المعلومات من جوجل، معنى كده ان انا لو رحت جوجل قلت له ازاي اقتل نفسي هيقول لي. لو شات جي بي تي جاب المعلومات، ما هو جابها منين؟ جاب المعلومات من جوجل. ولو حصل، بس شات جي بي تي ما بيعملش ستارت السيرش اصلا لو انت بتكلمه في حاجه كرايم. الشات جي بي تي او جيميناي او اي اي في العالم متدرب على كده. القضيه شغاله وهنعرف في الاخر ايه اللي حصل بالظبط. انا شايف ان هم لازم يثبتوا بالشات، وانت نفسك ممكن تثبت لنفسك. اقعد كلم شات جي بي تي. احنا عارفين ان السكينه موجوده اساسا في المطبخ معانا كلنا، فبنستعملها في الخضار وممكن نستعملها في حاجه وحشه. فكل حاجه ممكن تستعملها في حاجه وحشه وتستعملها في حاجه حلوه. يا ريت احنا كاهالي نخاف على عيالنا جدا، بالذات لو ابنك مش عيب لو بياخد علاج او بياخد حاجه، خليه بعيد عن السيلفون والالكترونيات، بالذات لو في السن ده. ربنا معاكم، وما تعرفش ايه اللي حصل بالظبط، وهنعرف من القضاء ان شاء الله.